ولا واحد معاند وعدو لك يمنعه عنك. ولذلك قصة حاتم قصة تقص. عنده 9 بنات وطالع في رحلة العلم، زوجته قاعد تبكي، راح فين يا حاتم؟ 9 بنات، عندنا بنت من سنة لغاية 17 سنة، تروح فين؟ قال لا رحلة العلم. بنت عنده 10 سنوات تحفظ القرآن، قالت لأمها وأخواتها دعوه، سيبوه، لن يتركنا إلا لحي رزاق لا يموت. شوف اليقين، اتركوه خليه يروح. يعني هو الأب يرزق؟ هي المؤسسة اللي بتقبض منها الراتب ترزق؟ والبنك المركزي يرزق؟ لا. قال ربنا وفي السماء، ولا هو في البنك؟ لا. ولا هو في المصرف؟ لا. قال ايه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. طيب خرج، جاء الليل، الاولاد بدأوا يشعروا بالجوع، لكن عندهم برادات. ده احنا عندنا كلنا ما شاء الله الطابق الاسفل من كل بيت في برادات تكفي الكويت والبحرين وقطر والخليج ولغايه المغرب، سبحان الله. يقول لك يا اخي ما في اكل في البيت، المهم ما علينا، نحمد الله على كل حال. فسبحان الله العظيم، جاء الليل ما فيش اكل. بدأت الام والاخوات يقرعوا البنت، يعني كنت تشجعيه على السفر، يعني قالت تركنا لحي رزاق لا يموت. شويه طرق الباب، طارق فتحوا الباب، لقى فارس على فرس ومعه كوكبه، هم ساكنين في اطراف المدينه كده ما شاء الله، زي منطقتكم كده، بعيد عن الايه زحمه الكويت والمدينه، والاطراف سكن الاشراف ما شاء الله، وانتم من الاشراف ان شاء الله، بارك الله فيكم، شرفكم الله بالاسلام وايانا ان شاء الله رب العالمين. فهل عندكم ماء يا آل البيت؟ فضحكت البنات، قالت والله ما عندنا غيره، يعني انت الحمد لله طلبت شيء موجود. جابوا كوز الماء، شربوا، الفرسان اللي حواليه شربوا. فبيت من هذا؟ هذا بيت حاتم الأصم. حاتم عالم المسلمين وإمامهم ما شاء الله. أتى الطارق هذا أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين. أبو جعفر معاه الكيس اللي على الخرج اللي على الفرس، راح فيه صرة من الذهب كده، كيس، راح أخذ الكيس وراح ألقاه داخل عتبة الايه الدار، ونظر لمن حوله، من كان يحب أمير المؤمنين فليصنع ما صنعت. حتى بالله عليك لو ما يحبش يعمل ايه؟ لو لا يحب يعني يعمل ايه يعني؟ برضه يرمي روحه، صح ولا لا؟ يعني حتى المنظرة سبحان الله، نسأل الله الصدق يعني. المهم كل واحد اللي معاه شوية فضة يرمي اللي شوية، سبحان الله. أبو جعفر غادر مع الفريق، البنات يغلقوا الباب، لم يستطيعوا غلق الباب من كثرة أكياس الذهب والفضة. البنت العاقلة النبيهة دي نظرت لأخواتها وأمها، قالت نظرة من مخلوق قد أغنتنا، فما بالكن لو نظر إلينا الخالق. يا الله، نظرة من مخلوق حولتهم من حد الفقر إلى إيه؟ إلى أغنى الأغنياء. ومن لو الخالق نظر؟ دي نظرة مخلوق.